لو صحيت بالليل على صوت تقطيع خفيفة كده ورا السرير، ما تتحركش بسرعة، لأن الصوت ده ولا كلب ولا فار، ده ممكن يبقى آخر صوت هتسمعه في حياتك قبل السم ما يجري في عروقك. العقرب هو الكائن اللي بيجمع ما بين الغموض والرعب، اللي بيخلي أي إنسان يجمد وينشف مكانه أول ما يشوف ديله بيتحرك. بس الغريب برضه إن في ناس بتربيه في البيت، بس النهاردة هنعرف ليه، وهنحكي على الكائن اللي كل خطوة منه بتبقى محسوبة وكأنه قاتل محترف. البطاطس البطاطس. العقرب بيعيش في أماكن غريبة جدا، من الصحراء القاحلة لحد الغابات الرطبة. في أنواع كتير عقارب بتصل ل 2000 نوع، بس حوالي 30 منهم بس هو اللي سام. بس حتى اللي غير سام عضته ممكن تموتك من الوجع. العقرب بقى عنده حساسيات غريبة قوي. عمرك شفت حد بيسمع برجله؟ أيوه، هو العقرب بيسمع برجله، وعنده مستقبلات دقيقة بتحس باهتزازات الأرض. ده غير كده كمان انه بيشوف بالليل مع ان نظره ضعيف، وبيفضل مستني فريسته بالساعات لحد ما تجيله وهي برجليها ويضربها بديله مرة واحدة وتخلص اللعبة على كده. لا. هذا الكائن الخطير على الرغم من صغر حجمه إلا أن لدغته قد تودي بحياة إنسان، لكن العلماء وجدوا أن في سمه القاتل مواد قد تكون الترياق لبعض الأمراض المستعصية مثل السرطان. كل الناس بتخاف من العقارب، بس العلماء بيطاردوه. وده ليه؟ لأن السم بتاع العقرب بيحتوي على مركبات دقيقة بيستخدموها في علاج الأمراض زي أمراض السرطان وأمراض المناعة. تخيل جرام واحد من سم العقرب ب10,000 دولار، وده اللي أدى لظهور مزارع زي في مصر وفي السعودية متخصصة بس في تربية العقارب واستخراج السم منه. بس الغلطة في الشغلانة دي بفورة. في نوفمبر 2021 محافظة أسوان في مصر تعرضت لعاصفة نادرة. مطر شديد جدا خلى العقارب تطلع من جحورها في الجبل وتنزل كلها في المدينة في ليلة واحدة. وفي ناس قالت إن أكتر من 500 شخص تعرضوا للدغة، بس وزارة الصحة طلعت نفت وقالت كل الناس واخدت المصل. وفعلا المستشفيات اتملت والناس كلها كانت بتجري تدور على المصل زي كأنها بتدور على الدهب. ولما كشفوا على معظم أنواع العقارب اللي نزلت المنطقة دي ساعة العاصفة، معظمها أصلا غريب عن المنطقة، كأن المطر نزل ومعاه جسام. العقرب مش مجرد كائن في الطبيعة، ده حتى ليه مكان خاص جدا في الأساطير القديمة. في مصر القديمة العقرب كان رمز للإله سيركت، آلهة الشفاء عند المصريين القدماء. وفي بعض قبائل أفريقيا كانوا بيستخدموا وشم عبارة عن عقرب كرمز للقوة والصمود. لو جينا للعالم الحديث فالعقرب دلوقتي هو رمز للخيانة، للغدر. فهنا العقرب مش مجرد كائن سام، هي تحفة ربانية معمولة بحساب دقيق جميل بس قاتل، صامت بس بيكرر مصيرك في لحظة. ومهما كان اللي بيربيه فاكر نفسه ان هو خلاص فهم العقرب، فاحب اقول لك ان العقرب عمره ما كان كائن اليف، هو دايما ما بيفكرش غير بطريقة واحدة: اللي يقرب هيتلذذ. في الاخر متنساش لايك، سبسكرايب، سلام.